تبدا مشروعك اول خطوه اللي خصك دير هو الرخصه ديال المشروع. الرخصه باش تبدا المشروع ديالك ضروريه من الحوايج اللي هما اساسيين باش تبدا مشروعك. رخصه والطريقه ديالها كيفاش غتبدا هذه الرخصه هذه وكيفاش غادي تجتهد مع هذا المشروع هذا. نصائح مهمه في هذا الفيديو هذا لمشروعك. كمل معنا الفيديو من البداية إلى النهاية إن شاء الله. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم إن شاء الله بنا نشوفوا أو لا نشرح لكم طريقة كيفاش يمكن لك تاخذ الرخصة ديالك لمشروعك، سواء كانت طبقات، سواء كانت محلبة، سواء كانت المأكولات، سواء كانت أي مشروع بغيتي ديرو ضروري من الرخصة. الرخصة هي الأساسية، والنقطة الأولى هي الرخصة. خاصك تاخذها، ما خديتيش الرخصة راه كتسمي انك خدام بدون قانون، ماشي قانوني. يعني ضروري انك تاخذ الرخصة ديالك، هي الأولى قبل ما تبدا هذا المشروع ديالنا. واش الرخصة ديالنا سهلة ناخذها أو لا صعيبة باش ناخذها؟ كاين هنا شروط. الدولة فاش كنت كتحلم أو لا كتبغي تحل مشروع، كاين هنا شروط ديال الدولة ضروري خاصك توجههم، ضروري خاصك تفوت من هذه المراحل هذو ديال قانونيا، يعني يكون المشروع ديالك قانوني. النقطة الأولى غادي نشوفوا الوثائق اللي خاصنا بالضبط، وخاصنا بعض المراحل هما الأولى ندوزو عليهم، ندوزو منهم عاد نوصلوا الوثائق اللي مطلوبة. أول خطوة قبل ما تبدا مشروعك خاصك تفكر فيها، هي الأولى. أول خطوة باقي ما درتي لا المشروع ولا حتى شي حاجة. أول خطوة اللي هما غادي يطلبوها لك ضروري قانونيا، غادي يطلبوها لك، هي ما كانش عندك اي سوابق يعني عدليه، يعني حسن السيره ضروري غادي يطلبوه لك في المحكمه. الا كانت عندك اي مشكل يعني سابقا في السجون، يعني دخلتي ديجا تشديتي او ديجا دخلتي للسجون او ديجا وانت تشديتي على شي حاجه، يعني هنا ضروري خاصك تكون قديتي الورقات ديالك، حيدتي عليك هذاك الوسخ اللي عندك في المحكمه. اول حاجه حيت هذا يطلبوا لك حسن السيره، ضروري يطلبوه لك في البلديه باش غتكمل هاد باش الواجبات يعني اللي غادي تكمل مع الوثائق ديالك. النقطه الاولى. النقطه الثانيه، انت الا كان عندك شي مشكل ولا كان عندك شي حاجه وبديت المشروع ديالك وبغيتي تستافد من الرخصه ومبغاوش يعطيوها لك، ممكن انك يعني المحل يتراجع على اسم واحد اخر، مثلا عائلتك، شي واحد من عائلتك، مثلا خوك، الاب ديالك، الام ديالك مثلا، هي اللي غتكمل هاد المسطرات هادو، هي اللي غادي تكون يعني الرخصه على سميتها. ونفس الوقت خاص يكون العقد ديال المحل، يعني هي اللي غتكون كرات المحل الا كانت على حساب المحل الكراء. اذا كان ما عندك حتى شي مشكل من هادشي كامل اللي ذكرت، ممكن انك تاخذ الرخصه ديالك في امان الله وحفظه بطريقه سهله، يعني قانونيا. هنا ضروري تاخذها قانونيا. واخا الدوله كتعطينا الرخصه، ولكن ممكن ان تاخذها لنا في اي وقت. الا درنا شي مخالفه ممكن ان تاخذها لنا في اي وقت. نعم، كيحطوا لك لتحت من الرخصه، يعني كيعطيك الرخصه كتجي كاع الوثائق ديالك كتقدهم، ومن التحت ديال الرخصه لتحت كيكتبوا لك بانه الا درتي شي مخالفه او الا كان عندك اي مشكل يعني سميتو، ممكن يعني قانونيا كتجي الدوله كتحيد لك هذيك الرخصه، تلغى الرخصه نهائيا. الرخصه ديال المأكولات او المحلبه او التبقال، هما الرخص اللي غنهضر عليهم، يعني طريقه يعني متقاربين بعضياتهم، ما كاينش صعوبات بعضياتهم. الوثائق المطلوبه هو اول حاجه واش انت كاري او لا شاري. مهم هنا في هذه النقط هذو. المحل قبل ما دير المشروع، يعني كنا هضرنا على النقطه الاولى قبل ما دير المشروع، هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه ممكن انك تصلح المحل وتجهزه وتقادو، سواء محلبه سواء طبقات، يعني تجهزو تقادو كامل تعمرو 6 العام ماشي مشكل. ممكن انك دير ديك الساعه الطلب ديال الرخصه بعد 10 ايام 15 يوم كتخرج لك الطلب ديال الرخصه. الوثائق المطلوبه غادي نمشيو عليها دابا. الوثائق المطلوبه بالضبط ضروري هما الاولين. قلنا الوثيقه المطلوبه الاولى هي يعني اول حاجه طلب الرئيس البلديه. اول وثيقه طلب الرئيس البلديه. فوتوكوبي البطاقه الوطنيه ديالك، يعني الشخص اللي هو كاري المحل، اللي هو مكتري يعني كاري المحل، ونفس الوقت الاسم ديالو، الرخصه ديالو غتكون على الاسم ديالو بالضبط، يعني البطاقه الوطنيه انجليزيه في المقاطعه. فوتوكوبي عقد الكراء، فوتوكوبي عقد الكراء، عقد الكراء، او لا الا كان شاري الشهاده الملكيه وعقد، يعني عقد ديال الشراء حتى هو فوتوكوبي ديالهم انجليزيين، حتى هما انجليزيين.
الا كنتي شاري الا كنتي شاري ما مبقاش عندك هنا العقد ديال الكراء، بقى عندك غير شهاده الملكيه، ونفس الوقت العقد ديال الشراء باش يتم انجليزي، يعني فوتوكوبي انجليزي. الصوره ديال المحل المطلوب، الصوره ديال المحل اللي غادي تخدم فيه، يعني اللي بغيتي ليه الرخصه، الصوره الشخصيه ديالك انت عاديه، هادو ضروريين بالضبط. غندوزو بعض النقاط اللي هما الاساسيين خاصنا الانسان يعرفهم. بالنسبه للمحل، الا كنتي مثلا درتي مع مول المحل بغيتي مثلا تكريه المحل عنده، اتفقتي معاه درتي معاه عقد بانه غنكرم عندك هذا المحل، غندير فيه طبقات. هذا كنعطيك مثال، وهادو النقاط اللي هما مهمين باش تاخذ الرخصه ديالك، حيت ماشي من السهل بان تاخذ الرخصه ديالك. بعض النقاط ما غاديش تاخذ الرخصه ديالك بسهوله. درتي معاه مثلا غادي نكريمي عندك هذا المحل، غندير فيه طبقات. من بعد انت اولا غير انت قلتي هذه النقطه هذه وعطاك يعني كعقد كيرا دار معك كونطرا، العقد يعني. ونفس الوقت ما ننساش العقد ديال الكيرا، الا كنتو دايرين العقد الكيرا كيت فوتوكوبي كيتجليزا نفس الطريقه حتى هو مع الطلب. هادشي كلشي غنحطو لكم هنا في الفيديو ان شاء الله، ولكن بغيت نمشي عليكم دقه. والروسي يعني الروسي ديال الكيرا فهو انجليزي. هذا الروسي الانجليزي هنا فين كاين نقطه، مثلا غنرجعوا للنقطه الاولى فاش قلت لك يعني المحل، العقد ديال المحل اللي درتي مع مول المحل، العقد الكيرا اللي درتي مع مول المحل. سمعوني مزيان وفهموني اش بغيت نقول لكم. العقد الكيرا اللي درتي مع مول المحل، الا كنتي اتفقتي معاه بانه كدير طبقات، من بعد تراجعتي انت ودرتي بانه محلابه وتناقشتوا مثلا وما بغاش يعني ما اتهمتوش يعني بانه انت عطاك العقد فيه طبقات وانت بغيت دير محلابه، ما اتهمتوش. هنا ما يمكنش هو يعطيك، ما غاديش يبغي هو يعطيك هذاك الروسي انجليزي، وذاك الطلب يعني كيكون من عنده هو اللي كيدير هذاك الروسي ديال التوصيل، يعني التوصيل ديال الكيرا هو اللي كيدير ليه انجليزاسيون، يعني هو اللي كيجليزي وكيعطيه لك. هنا النقطه هذه مهمه، يعني الا كنتي داير مع مول المحل خاصك تتفق معاه على اتفاق واحد. درتي بغيتي كان غدير محلبه او لا طبقات، تتفق معاه اتفاقه واحدا بانه باش يعطيك. الا كان العقد ديالك يعني شريتي انت او الملكيه ديالك، هذا كيبقى يعني اختيار ديالك، فين ما عجبك سير ليه، ماشي مشكل، ما كاينش مشكل. هذه النقطه هي واضحه ومهمه. لهذا هنا فين كاينه النقطه حتى هي نقطه واحده اخرى ممتازه حتى هي. قبل ما نبدا في المشروع ديالي، قبل ما يكون النزاع بيني وبين مول الدار ولا بيني وبين يعني المكتري، يعني الناس اللي انا كاري من عنده المحل، اول حاجه خصني ندير الطلب ديال الرخصه قبل ما يكون شي نزاع ولا شي حاجه. بعض المرات الانسان كيكون مثلا الله حليتي المحل، يلاه شديتي من عند السيد الكرا، يلاه شديتي من عنده المحل، بعد تقريبا شهرين 3 شهور 4 شهور عاد انت قلتي بانه ندير الطلب ديال الرخصه، مثلا الرخصه ديال المحل. هنا الا كان عندكم شي هذا الا ما بغاش رفض ولا شي حاجه، ممكن انك ما كعاديش صعب عليك بانك دير رخصه للمشروع ديالك. هذه النقطه الاولى. المهم هادو كلهم واضحين. هاد الوثائق كامل اللي قلنا غنحط لكم ان شاء الله هنا في الفيديو، غادي تشوفوا مباشره هنا في الفيديو. هاد النقاط كامل اللي قلنا غادي تديهم. وحسن السيره، هذاك حسن السيره اللي قلت لكم ذكرت لكم في الاول، غتجيبوا من المحكمه ديالك. المحكمه ديالك غيطلبوا لك حتى هو غادي تجيبو، غادي دير هادشي كامل، غديروا الطلب والفوتوكوبيات كاملين وغديرهم وغتديهم للبلديه وغدير لهم داك الطلب. من بعد 15 يوم 10 ايام حتى 15 يوم كيديروا الخرجه ديالهم، يعني كيكون واحد الدراسه بين يعني الناس من العماله، من المقاطعه، من البلديه، ومن الناس ديال وزاره الصحه. كيديروا واحد الجلسه، يعني واحد المراقبه لذاك الملف ديالك، وكيراقبوه. نفس الوقت كيديروا واحد 10 ايام ولا 15 يوم كيجيو كيزوروا المحل ديالك. المحل اللي هو خصو يكون يعني كل حاجه مضبوطه. بحال قلت مثلا نعطيكم واحد النقطه بالنسبه للناس يعني اللي غادي ياخذ الرخصه على المأكولات، يعني شي حاجه اي حاجه كتعلق على المأكولات، يعني راه كيرفضوا واحد النقطه كيرفضوها، هي الفيسي حاشاكم، يعني اللي هي طواليت اللي هي كترفض الا كانت قريبه اللي هي المأكولات، قريبه لشي حاجه بلاصه المأكولات. الا كان يعني بغيت دير طواليت في المحل يعني عندك كان كبير، خاصك ديرها تباعد من البلاصه اللي هي فيها مأكولات، يعني ما تكونش مثلا قريبه للكوزينه، مثلا اذا كتكون في الكوزينه تكون بعيده على الكوزينه. كان عندك محل صغير من احسن ما ديرهاش، مع انك ما دير بها، يعني غادي ترفض لك هنا في الرخصه، غترفض لك. عندك محل كبير بعد على سميتو، يعني خرجها من جهه المحل، يعني بعدها ما تحطهاش، ما تصايباش يعني
جهه يعني قريبه بلاصه اللي كطيب فيها واللي كتوجد فيها. هذو النقطه الاساسيه حتى هي. ونفس الوقت كيجيو هاد المراقبه هادو كيديروا المراقبه في المحل ديالك بالضبط. خاصو يلقاو يعني خاصو يلقاو خدام، يعني ماشي ضروري يعني يلقاوك يعني ساد المحل انت باقي ما بديتيش، لا هاي كدير الطلب حتى كتدفع الطلب ديال الرخصه صافي كتكمل العمل ديالك مباشره، كتخدم على راسك يعني ما كاينش مشكل نهائيا. فاش كيجيو خصو يعني يلقاوك المحل عندك محرف ومروج باش يشوفوا كلشي شنو كدير، شنو كتبيع، شنو كتصايب، كلشي داكشي كيراقبوه باش يعطيك الرخصه ديالك. فاش كيديروا هذه المراقبه هذه من بعد كتستلم الرخصه ديالك اللي هي كتستلمها وفيها الشروط بانه ضروري تحط قدام يعني اونفاس مع المحل اللي كان هو هذا، تحط فاس مع يعني الزبناء او المراقبين اذا كان شي حاجه اونفاس معهم. يعني ماشي تاخذ الرخصه وتخبيها في الدار او لا تاخذ الرخصه وتخبيها في جيبك ولا شي حاجه، كدير لها واحد الكادر وكتحطها اونفاس مع الزبناء اونفاس مع المراقبه، يعني قدام المحل فاصل بحال هكا مباشره باش يعني ما تكونش عندك شي غرامه اخرى من بعد ان شاء الله. ديال المحلبه بالضبط نحط لكم الفيديو هنا مباشره. هو اللي كان حط عطاني يعني طرح لي سميتو بانه قال لي الطريقه كيفاش غادي ندير الرخصه ديال المحلبه. هادشي علاش حطيت لكم هذا الفيديو هذا، نتمنى يعجبكم. ما قلتش لكم في الاول ديال الفيديو ديروا اللايك ديروا الاشتراك ما تنساوناش. ونفس الوقت راه دائما كنجيب لكم الجديد ودائما كنفيدكم بالجديد، ودائما يعني كنعطيكم النصائح اللي هما بالضبط مهمه. ونفس الوقت يقدر ما تلقاوش في بلاصه اخرى. وتحياتي لكم طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم.